لعيبه شفناها واحنا بنلعب فيفا بس ما نعرفهاش، ولاعب النهارده هو نيدفيد. بافل نيدفيد اتولد سنه 1972 في قريه صغيره اسمها شيبلافي في تشيكوسلوفاكيا القديمه. كان طفل بسيط من عائله متوسطه، بدا يلعب في الشوارع وبعدها انضم لفريق محلي صغير. وهو عنده 19 سنه بدا مسيرته الاحترافيه مع فريق دوجلا براغ، ومن هناك لفت الانظار باسلوبه المختلف. بعد سنه واحده بس انتقل لفريق سبارتا براغ، وده كان الفريق الاكبر في تشيكوسلوفاكيا وقتها. مع سبارتا نيدفيد كسب الدوري المحلي وبدا يثبت نفسه كواحد من اهم المواهب في البلد. نيدفيد قدر انه يجذب الانظار في بطوله يورو 96 لما قاد منتخب بلاده لنهائي اليورو، رغم انهم كانوا الفريق الاقل حظوظا. اداؤه كان استثنائي وده خلى لاتزيو الايطالي يتعاقد معاه بعد البطوله. مع لاتزيو نيدفيد عاش فتره من التالق الكبير، فاز بكاس ايطاليا وكاس الكؤوس الاوروبيه، وده كان انجاز كبير للنادي. بس اللي كان ملفت اكتر وهو شخصيه نيدفيد في الملعب. لاعب بيجري طول 90 دقيقه، تسديداته دايما خطيره، وروحه القتاليه تخلي زملائه دايما يعتمدوا عليه في اصعب المواقف. جماهير لاتزيو اطلقت عليه لقب فيما معناه هو العاصفه التشيكيه بسبب اسلوب لعبه الحماسي. في 2001 يوفنتوس دفع حوالي 41 مليون يورو للتعاقد مع نيدفيد عشان يعوض رحيل زين الدين زيدان لريال مدريد. المهمه كانت صعبه بس نيدفيد كان قد التوقعات وزياده. في اول مواسمه مع اليوفي قاد الفريق للفوز بالدوري الايطالي وكرر الانجاز في الموسم التالي. سنه 2003 كانت لحظه التوهج في مسيرته، فنيدفيد قدر انه يقود يوفنتوس للوصول لنهائي دوري ابطال اوروبا بعد ما سجل هدف ضد ريال مدريد في نص النهائي. لكن للاسف انه حصل على كارت اصفر في نفس المباراه وده حرمه من اللعب في النهائي قدام ميلان. رغم كده نيدفيد قدر انه يفوز بالكره الذهبيه في نفس السنه، وده كان تكريم كبير لمجهوده الاستثنائي. اكتر حاجه بتميز نيدفيد كان وفائه واصراره لما يوفنتوس تعرض لاكبر ازمه في تاريخه وهبوط للسيريا بي في 2006 بسبب فضيحه الكالتشوبولي. كتير من النجوم سابوا النادي لكن نيدفيد رفض يمشي، فضل مع الفريق في اصعب الظروف وساعدهم يرجعوا للسيريا في اول محاوله. نيدفيد فضل يلعب مع يوفنتوس لحد 2009 وقرر يعتزل بعد ما قدم كل اللي عنده في الكوره. اعتزاله كانت نهايه رحله اسطوريه للاعب عاشق للكوره بمعنى الكلمه. بافل نيدفيد مش مجرد لاعب كان بيجري ويسجل، ده كان نموذج للاعب اللي بيدي كل حاجه في الملعب. من قريه صغيره في تشيكوسلوفاكيا قدر يوصل لقمه المجد مع اكبر انديه اوروبا. مسيرته مليانه دروس لاي حد بيحب الكوره او عايز ينجح في اي مجال. لو عجبكم الفيديو قولوا لنا في التعليقات اكتر لحظه اثرت فيكم من مسيره نيدفيد. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشوفوا قصص اكتر عن اساطير الكوره.